آه، بقالي فترة طويلة جدا 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 ما عملتش فيديو جديد. عرفت على أخباري عندي أخبار جديدة. في الفترة الأخيرة لقيت بالركال، وهي شبيهة الممثلة المكسيكية لوكا ميرتس، اللي هي تدعى في مسلسل المكسيكي في زمن التسعينات، راكيل. وهذا اللقب هي قصة طويلة جدا. هحكي لكم الحكاية عن القصة دي. كنت فاتحة لايف بث مباشر في التيك توك، وطلعوا معايا أكتر من صديق قالوا لي عاوزين اقول لك حاجه. قلت لهم ايه؟ قالوا لي انت تشبهي الممثله المكسيكيه ومسلسل مكسيكي بتدعى فيه راكيل. وبعتوا لي الصفحه صوره الممثله دي، فتحت اليوتيوب، فسبحان الله يعني شبه كبير بيني وبينها، نفس الخدود، نفس الملامح، نفس الانف، نفس العينين، سبحان الله يعني شبه كبير. لقبوني بشبيهة راكيل. فدلوقتي هغير تعرفوني انتوا بأروى، هغير يعني شوية من أروى هطلع شبيهة راكيل. فأنا الفترة الأخيرة حتى لما بطلع بالشارع بكون حاطة كاسكت وحتى نظارات شمسية، فيجوا يسلموا عليا البنات وانا قاعدة على البحر يقولوا لي مش انتي أروى الموديل؟ اقول لهم ايوه. بعدين وانا ماشية بلاقي رجالة قاعدين قدام بيتهم بيقولوا دي موديل مشهورة، دي جميلة دي. فسبحان الله يعني محبة الجماهير مفيش منها. وانا بحبكم قوي وشكرا كبير للصديق الصحفي ياسر حماية، الصحفي المشاهير. وبحبكم قوي وعيد سعيد عليكم.